السلام عليكم. ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانويه عامه 2026. كلام النهارده عن الفيزياء الحديثه. تحل كتب ايه؟ تاخد مع مين؟ ايه تذاكرها ازاي؟ وهل هي اصعب من الفيزياء الكهربيه ام لا؟ هل هي اصعب من الفيزياء الكهربيه؟ حتما لا. بس في ناس هتحسها اصعب من الفيزياء الكهربيه. الناس اللي هي بتبقى معتمده على الفهم الكتير وان هم يعني ما يحفظوش، هيحسوا ان الفيزياء الحديثه تقيله على قلوبهم كده. تمام. الفيزياء الحديثه اسهل. الفيزياء الكهربائيه بالذات الفصل الثامن عباره عن حصه واحده. هم عباره اصلا كلهم على بعضهم. يعني الفيزياء الحديثه شاكب راكب كلها فصل من الفيزياء الكهربائيه، عباره عن فصل مثلا فصل الثالث فصل الرابع حاجه زي كده. هي كلها هتاخد 5 حصص تقريبا. الفصل الثاني بيجي لك سؤالين بيديهم لك هديه تقريبا. الفصل السادس والسابع والخامس بقى ايه؟ ممكن يلعب لك فيهم شويه. بس هما يعني المعظم بيجيبوا لك ان هو معتمد على الحفظ ومش الفهم والمسائل والكلام من ده. تاخد مع مين؟ سواء بقى كنت تاخد مستر عبد المعبود، مستر محمود مجدي، مستر كريلس، كمل مع الثلاثه، كمل مع اي واحد فيهم براحتك. كنت بتاخد سنتر. انا عايز اتكلم حاجه بقى في حته السنتر دي. السنتر لو بتروح له مواصلات وبيضيع منك وقت، بلاش منه والله، بلاش منه. خد في بيتك. يعني ادي التليفون لاي حد، ارمي التليفون، اقفل التليفون، ما تعرفش تتحكم في نفسك، اقفل التليفون يا عم. ادي لابوك، ادي له مامتك، ادي له اخوك، ادي له اختك، ادي لست، ادي لاي حد، بس ما تخلوش معاك عشان تخلص الساعه ونص اللي انت عايزهم في ساعه ونص. ما تخلصهمش ليه في 3 ساعات تقول لي ما ده والله ما بعرفش اتحكم في نفسي والكلام من ده. ما هو انت اللي في ايدك كل حاجه. ما تجيش تخش تكتب لحد انا كذا، انا مراكم كذا، انا باخد اونلاين ومراكم ازاي انت كنت بتاخد اونلاين ومش مراكم والكلام من ده. ولو انت اصلا لسه ما بداتش فابدا. يعني محتاج ايه تاني؟ محتاج يعني محتاج حد يقول لك ابدا او هتلحق تجيب 99%؟ يا عم ابدا، هتلحق تجيب 99% تطلع الاول على الجمهوريه. بس ابدا. ما انت مش كل حد، مش كل مكان هتروح وتقول لي انا لسه بداتش. لا ابدا يا عم، انت هتجيب. فانت لو سبب تاخد مع الثلاثه اونلاين او سنتر، انا قلت لك لو السنتر بتضيع مواصلات والمستر بيتاخر عليك وحاسس ان في وقت بيضيع منك في السنتر، بلاش سنتر، خليك اونلاين. هنتكلم بقى عن 3 مدرسين. مستر عبد المعبود في الفيزياء الحديثه بيتعمق فيها شويتين 3 4 5 زي الفيزياء الكهربائيه بالظبط. وفي نظريات بتبقى موجوده للاطلاع فقط، بيحب يشرحها لك. انت عايز تذاكرها ذاكرها، عايز تسمعها بس تسمعها، عايز ما تسمعهاش ما تسمعهاش. فهي المستر محمد عبد المعبود بيتعمق شويتين 3 في الفيزياء الحديثه. لو انت بتاخد بقى مستر كيرلس او مستر محمود مجدي، فانت انا يعني ايه، بحس ان هو مثلا بياخدوا معاه اللي هم بياخدوا معاه ان انت اصلا انت مش حابب الفيزياء. يعني انت مش حابب الفيزياء، فالمستر محمود مجدي او مستر كيرلس لو انت مش حابب الفيزياء خد معاه. هيسهل لك الموضوع وده مش عيب. يعني ما تجيش تقول لي انا ما بحبش الفيزياء وعايز اخد مع مستر عبد المعبود. انت كده يا اسطى مش، انت كده لو هتجيب، لو انت كنت مثلا خدت حد تاني هتجيب 55، انت كده مش هتجيب 55، انت هتجيب 40 50. عشان انت اصلا مع مستر محمد عبد المعبود هو بيتعمق زياده، فانت لازم تكون حابب الحاجه اللي انت بتسمعها عشان تفهم هو بيقول ايه. فانت لو ما كنتش بتحب الفيزياء عامه، خليك مع مستر محمود مجدي او كيرلس. بيسهلوا الطريقه. ف... فانت تحب اللي انت تسمعهم. وبيسهلك الطريقه، ممكن يديك كذا مثال في الشرح وكذا حل، يديك كذا مساله، فانت لما تيجي تحل تلاقي نفسك بتعرف تحل. لو جه مسألة مختلفة في آخر السنة، يعني أنت يعني مش عايز أتفائل الشر والكلام من ده، بس بنسبة كبيرة يعني إيه بلاش نقول الكلام ده ماشي. فهو عشان إيه محدش يقول أنا هروح آخد مع مستر عبد المعبود. لا، أنت خليك مع اللي أنت بتاخد معاه، وخليك معاه في الشرح. يعني هو أنت خلاص خلصت القرابية اللي عليها، يبقى عليها 43 درجة، ما اعرفش عليها كام درجة، خلصتها معاه، فأنت خلاص أنت عايز إيه تاني؟ هل تكمل مع اللي انت بتاخد معاه عادي. هتحل كتب ايه؟ سواء كنت تاخد مع اي حد مستر اونلاين او سنتر، انت معاك الكتاب بتاعه. لو مش معاك الكتاب بتاعه فانت هتحل كتاب الامتحان وكتاب نيوتن. لو انت تزود حاجه بجانب كتاب المستر فهو كتاب الامتحان. كتاب التفوق انا ما اعرفش الصراحه هو بيبقى ايه الحاجات اللي فيه. كتاب التفوق لسه نازل السنه اللي فاتت 2025، يعني ده تاني سنه له. كتاب التفوق انا كنت جايب منه اللي هو بتاع ليله الامتحان، اللي هو بيبقى عباره عن 7 امتحانات او 8 امتحانات. الاسئله كانت حلوه، بس ما اعرفش الصراحه بقى الكتاب الاصلي فيه ايه. ده احنا قلنا تاخد مع مين؟ المذاكره بقى، فاضل المذاكره بتاعت الفيزياء الحديثه. الفيزياء الحديثه هتعتمد بشكل اكبر عن الحفظ.
والمسائل اللي فيها القوانين بتاعتها بتبقى مستنتجه. فانت المدرس اللي انت تاخد معاه بيبقى مستنتج لك قوانين. انت ليه بتقول لي قوانين مستنتجه؟ عشان وقت المفاهيم بتاع الفيزياء الحديثه ما فيهاش القوانين اللي موجوده كلها في الكتاب بتاعك، بتبقى فيها قوانين اساسيه بس. انت لو بتعرف تستنتج هتعرف تستنتج، ووقت المفاهيم تبقى مفيده جدا ليك في داخل الامتحان. لو مش بتعرف تستنتج القوانين، فانت احفظ القوانين اللي موجوده في كتاب الكيمياء، كتاب قصدي الفيزياء بتاع الحديثه، وهتحل بيها عادي. الحاجات المقال، الحاجات اللي هي الاختيار على آية اللي هو نظري وكده، مبيبقاش الصراحة مكتوب في الفيزياء حاجات كتير. يعني مبيبقاش مكتوب في كتاب المفاهيم بتاع الفيزياء حاجات كتير الصراحة. زي ما قلت لك قبل كده في فيديو عن كتاب المفاهيم عم بسيبهولك، إن الكيمياء العضوية والفصل الأول والتاني تقدر تقفلهم من كتاب المفاهيم. الأحياء كويسة، بس كده كده الأحياء بتيجي صعبة، فأنت هو ده نصيبنا، هو خلاص هي كتبت علينا الأحياء بتبقى صعبة والكلام من ده. الجيولوجيا بتبقى بيجيب لك الاسئله اصلا من امتحانات الاستشهاديه اللي بتنزل، ويجيبها لك من كتاب المفاهيم. يعني انت جيولوجيا وكيمياء عضويه واول فصلين يعتبر معاك كل حاجه موجوده في كتاب المفاهيم. العربي والانجليزي لغات، مش هحط لك ايه، هو ممكن العربي بس اللي هيفيدك الادب مش اكتر. هو ده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ينال على عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.